ناس كتير طلبت مني في الكومنتات يا عبد الرحمن اعمل لنا حلقة عن أمن الخشب أو الأيزوبوت، ولأول مرة في الشرق الأوسط فيديو احترافي عن تربية الأيزوبوت. يلا بينا نبدأ الفيديو. مبدئيا يا شباب، امن الخشب هو كائن بينظف البيئه. في ناس بتربيه ان هو حيوان اليف، بس احنا ما وصلناش للمرحله ديت في الوطن العربي، ما شفتش حد بيعمل كده. انا بس الوحيد اللي بحاول اجمع في انواع. انا حاليا عندي 4 انواع، هنعمله النوعين بيئات كويسه جدا باذن الله. وسامحوني على الحر، لان انا لو ولعت المروحه صوت النويز كانسليشن في الميكروفون ما عندي مش بيكون كويس. حاولوا كده تمشوا الدنيا، لان انا الجو احنا بننصهر. لا شك لو انت مثلا من الارياف او مدن الصعيد، لو انت متربي في منطقه زراعيه هتلاقي امن الخشب ده كان منتشر في كل حته، واحنا عيال صغيره كنا بنلعب بيه. بس انا عن نفسي ما لعبتش، بس انا بقول لان هو موجود جدا في المناطق الزراعيه والاماكن الرطبه. امن الخشب مش زي ما هو مشهور عنه بره، ان امن الخشب تربيته سهله جدا ومش تربيته سهله جدا. امن الخشب يعني سهل في حاجات وصعب في حاجات. امن الخشب محتاج بيئه مستقره. هقول لكم عامل شبه ايه مثلا في الهوايه بتاعتنا اللي هي هوايه اسماك الزينه، عامله شبه الجمبري بالظبط. هو سهل جدا لكن محتاج استقرار في البيئه بتاعته. الاستقرار هنا بيبقى فين؟ بيكون في الاحواض اللي احنا بنكون عاملينها لحيوانات تانية، فبالتالي بيكون في تدرج بيئي من حيث الرطوبه. دي اهم حاجه للايزوبوت، وده ياخدنا لاحتياج مهم جدا لامن الخشب، ان هو بيحتاج نسب رطوبه معينه. طب احنا عندنا كذا نوع او ما عندناش كذا نوع، احنا عايزين نظبط بيئة مناسبة للأنواع. في فروقات طبعا ما بين الأنواع وما بين بعضها في الاحتياجات، بس بسيطة خالص. فاحنا هنعمله ايه؟ هنعمله تدرج بيئي في العلبة اللي احنا هنعملوها البيت بتاعنا. بمعنى هنخلي في مكان فيه رطوبة عالية شوية، وفي مكان تاني الرطوبة فيه أقل شوية، بحيث ان الأيزوبوتاية أو أملاية الخشب هي بقى وكيفها. كيفها تروح في الحتة المرطبة براحتها، كيف هتروح في الحته اللي مش مرطبه برضو براحتك. ومن هنا ياخدنا لنوع التربه. بس قبل بقى ما نروح لنوع التربه وكده، تعالوا نقص فتحات التهويه في العلب ديت. دي علب احنا جبناها اهو، علبه من ديت كانت عامله 65 جنيه، خدتها ب 60. معلومه، العلبه ديت اقل علبه في الحجم تقدر تبتدي بيها، لان كل ما بتكبر المساحه بتاعه العلبه اللي انت بتربي فيها، كل اما البيئه تكون مستقره اكتر، وكل ما الارتفاع بتاع الركيزه اللي احنا هنحطوها في ارتفاع اكتر، كل ما بنحافظ على نسبه الرطوبه. يعني العلبه ديت يعني مش افضل حاجه خالص، بس انا عشان عندي 4 انواع فحبيت ان انا اجرب لكم في علب صغيره لغايه لما نجيبوا علب بقى كبيره ويكون عندنا انواع كتير ان شاء الله. العلبه مناسبه جدا، بس تقدروا ان انتوا تكبروا افضل. يعني تعالوا يلا نعمل فتحه التهويه. هتكون من جنب واحد عشان خاطر هو ده المكان اللي هيكون شبه جاف او رطوبه فيه قليله. بسم الله الرحمن الرحيم. كده هنمسك المعلم ده غطا العلبه، هنيجي هنخرم بالمنظر ده. هنعمل زي دايره اهي، ومعلومه نقولها لكم على السريع، الايزوبوت ما بيحتاجش الاضاءه. ده من وجهه نظري جدا، هو بيميل للاماكن المظلمه اكتر، لان هو معظم الاوقات بيكون يا اما دافن نفسه، يا اما بيكون تحت حاجه خفيفه بقى، ورق شجر، ورق مش عارف ايه، اي حاجه خفيفه حرفيا. المهم في الاخر هي ما طلعتش بالشكل اللي انا كنت عايزه. وهنجيبه جزء للتهويه بالمنظر ده، وهنقوم لازقينه بسيليكون في الاخر. يعني مثلا مسدس حراري، يعني مثلا ممكن تبدلوا الجزء البلاستيكي دوت بالشاش اللي هو بتاع النوافذ. طيب انا عشان ما عنديش مسدس شمع وعندي سيليكون، هنستخدم السيليكون دلوقتي. طيب وانا زودت سيليكون لان المسدس فتح مره واحده، هنقوم لازقينه بالمنظر الجامد قوي ده، ونلايط بقى يا باشا ايه حتت الزياده دي. عادي المكان يكون مشوه من جوه، بس من بره شياكه الشياكه يا باشا. هنسيبه دوت هنا، ونيجي لحاجه مهمه جدا في حياه امن الخشب، هي الارضيه اللي احنا هنعيشوه فيها، او الركيزه او خلطه الركيزه اللي احنا هنعملها له. خلطه الركيزه هتكون سهله جدا جدا. هنحط جزء كوكو بيت، وهنحط جزء كوكو هاسك. الاثنين دول مكونات من القشره الخارجيه اللي على صدف الجوز الهند. دوت بيتفرم ودوت بيتقطع، وبيكون جاي في قوالب كده، بيتكبس بيتفكوا بميه. المكون الثاني هنحطه نص جزء من الرمل. الجزء دوت يعني ممكن تجيب كوبايه وتعاير بيها بقى، المعياريه بتاعتك تكون كوبايه، وهيبقى جزء ونص او جزئين من الطمي العادي او التراب العادي اللي هو الطمي بتاع الزراعه، وحبه فحم كده او كبشه فحم، او مثلا او فيما يقارب نص معيار من الفحم. المفروض في حاجه معانا اسمها سفاجنا موز، بس ديت للاسف مش متوفره عندي، فانا
عادي يعني، تقدر ان انت مثلا تشيل حاجه تحط حاجه عادي مش فارقه. المهم ان احنا نعمل تربه خفيفه. يا جدعان في مكون نسيت اقول لكم عليه، هو الحصى. الحصى مهمه جدا للايزوبوت عشان خاطر بتخفف التربه جدا، جيده التهويه وتحتفظ الى حد ما بالرطوبه. ما عندكش مثلا كوكو بيت تقدر تحط شويه بيتموس مثلا مكان الكوكو بيت او مكان الكوكو هاسك، فعادي يعني تقدر ان انت تعمل تشكيله. اهم حاجه يكون في استقرار، ما يكونش فيه تغير كتير. ومن الحاجات المهمه اللي لازم اعرفها لكم ان انتوا لما بتعملوا صيانه بشكل دوري انتوا كده بتخشوا في مرحله ازعاج لامن الخشب. يعني امن الخشب بيحب الاستقرار، هدوء، كان ظل شويه، ما اكيد مش بنحطه في شمس، بس مكان هادي، مكان الاضاءه فيه مش عاليه، هتلاقي انتاج صاروخي. كده خليكم معايا لاخر الحلقه، هقول لكم على نظام غذائي جميل جدا هتنتجوا منه كميات باذن الله. لان اللي عايز ابيعه مثلا من اي سلاله من السلالات ديت، عايز اللي اديله مره ما اديلوش مره تاني، بحيث ان هو ايه مثلا ما ماتش عنده، لا هو يكتر والموضوع دوت يبتدي ينتشر في كل الهوايه بتاعتنا اللي هي صناعه الاحواض بمعنى صح، او بيئات للكائنات بتاعتنا. اظن المحتوى عجبك، ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ما تنساش تشترك في القناه عشان خاطر تشوف من ده كتير، وخش خد لك لفه يعني واكد لك ان انت هتتبسط. يا جماعه عايزين نوصل القناه، نوصل ل 100,000 مشترك قبل نهايه السنه. ده رقم مش كبير عليكم بالنسبه للمشاهدات اللي بتجيلي كل شهر، فيا ريت نعلي الاشتراكات شويه عشان خاطر هم 3% اللي متابعين القناه وبيتفرجوا عليها، الباقي النسبه بتتفرج ومتابعه بس مش مشتركه. فيا ريت تشتركوا عشان اقدر اكمل في صناعه المحتوى اللي انتوا بتحبوه. بصوا يا جدعان والله في حتت عماله اعيدها عشان خاطر الميكروفون ما كانش واصل، فالموضوع متعب يعني. هنحطه طبقه ما تكونش رفيعه او طبقه يعني بسيطه، لا نحطه طبقه ونتوسع عشان خاطر الارتفاع دوت. انا قلت لكم احنا كده بنحتفظ بدرجه الرطوبه. طب يا جدعان هنيجي بقى ايه، هنرطب في جنب اللي هو الجنب اللي عكس الفتحه بتاعه التهويه. ممكن نفتح بقى البخاخه ونرش رشه حلوه كده بالمره بقى عشان الشلل ده. الاكل بقى بتاعهم الاساسي هو ورق الشجر. ورق الشجر، وحطيت شويه بذور الجزورين مفيده جدا ليهم اهو. احنا بس بنعقم الحاجه لان الحاجه دي جايه من الطبيعه، لازم ان احنا نعقم قبل ما نستخدمها. هنسيبوها كده ايه سكه 5 دقايق و10 دقايق ونستخدمها. كده احنا شطفناه اهو وبرد. هنقوموا جايين فرشين طبقه كده. والامن الخشب يا جماعه بيحب جدا ان هو يستخبى تحت حاجه. تعالوا بس نقرب دي كده. فاحنا جبنا حته طوب احمر، ممكن تجيبوا حته فخار، ممكن تجيبوا اي شيء وتقوموا حاطينها على جنب كده في النص عشان لو حبوا ان هم يستخبوا يبقوا شايفين الدنيا بالمنظر ده. احنا معانا هنا نوعيتين بس اللي هنستخدموهم، وانا هبقى اعمل النوعين التانيين لان انا لسه مش جايب علب. يعني الايام الاعداد بتاعته قلت خالص بسبب ان انا ما كنتش باكل ولا بشرب ولا كنت براعي اصلا. اهو بصوا ده انا مسميه الحمار الوحشي. طفره الحمار الوحشي ده موجود هنا في مصر، ده مش الدينيميشن كاو، ده نوع تاني مصري بس نادر جدا جدا جدا. دي بقى 4 جدا. انزل شويه دول كده، دي بواقي التربه اللي كانوا عايشين فيها، هنحطوها بالمنظر ده. وبالنسبه لي انا المعلمين دول كده خلاص خلصوا، وهنيجي نغطيهم ودوت كده هيتشال في مكان ما فيهوش اضاءه عاليه. النوع الثاني دوت ده بيكون موجود في البيوت كتير جدا، البيوت الرطبه وكده. انا عشان بربي زرع فالمكان عندي فيه رطوبه عاليه فظهر عندي. يعني هو اصلا ما بقاش موجود، كل اللي موجود فيه يعتبر زريعه حاجات صغيره جدا. هو بيكبر عن كده شويه. فرش ده بالراحه، هما بقى هيطلعوا يتكاثروا ويظبطوا احوالهم. ونحطوا شويه ورق كده بس انا شايف كده كفايه. هي دي يا جماعه بذور الجزورين. كل الحاجات ديت متوفره عندي للي حابب يطلب. من الحاجات المهمه جدا، الكائنات ديت مش هتعيش كده لوحدها، لا لازم حاجه تنظف لها البيئه اللي هي عايشه فيها. وهي الكائنات ديت ما بتعيش كده، لا في كائنات تانية بتخدم عليها اسمها قافزات الزي. ديت كائن مهم جدا 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 برضو بنحطها في كل حوض.
بصوا هتلاقوا حاجات صغيره تتحرك اهي. انا همسك كده ومدي خبطتين نزلوا، هعمل كده برضو في التاني. قفل يلا يا باشا. شايفين هنا المكان اللي فيه رطوبه بس احنا هنا مرطبناش. تعالى يا باشا، المكان اللي فيه رطوبه بنرش رش خفيف جدا جدا، ده رش خفيف ونقوموا قافلين. بصوا يا جدعان، احنا كده خلاص خلصنا افضل بيئه نقدر نعيش فيها امل الخشب عشان خاطر يعمل معانا اكفاء. احنا اتكلمنا عن كل حاجه، فاضل النظام الغذائي بتاعه. النظام الغذائي بتاعه هو سهل جدا جدا جدا، هو بياكل البواقي بتاعه المواد العضويه في الطبيعه. فاحنا هنحط له ايه بقى؟ مثلا شويه خضار، ممكن لو حطينا له اي نوع اكل مثلا بتاع سمك هياكله، اي حاجه هياكلها حرفيا. انا هقول لكم النظام اللي انا بتبعه. هو كده كده ورق الشجر ده اساسي معانا، هو بيتغذى عليه. بعد فتره اصلا هتلاقوا ورقه الشجر كده ابتدى ياكل الورق بتاعها، والخيوط اللي بتوصل الغذاء للورقه هي بس اللي فضلت في الورقه. هيديكوا شويه اشكال جميله جدا. يعني اوعد اول يوم في الاسبوع احنا بناكل خضار مفيد، بمعنى يعني مثلا ما تجيش تاكله لي خس بس، خيار بس، الحاجات اللي فيها نسبة مية كبيرة جدا ما فيهاش فايدة بمعنى أصح. ممكن مثلا تحط له وجبة من الجزر، وجبة من الكوسة، وجبة من الفلفل الألوان مش حامي، ممكن تحط له وجبة من السبانخ تديها نص سلقة بسيطة، وإيه بكميات بسيطة خالص على حسب بقى المستعمرة كبرت عندك تقدر تزود الأكل شوية بحيث إن الأكل ما يقعدش عندهم فيحصل تعفن. احنا كده كده منعنا حوار التعفن بقافزات الذيل اللي احنا حطيناها دي. ده كائن جبار يا جدعان، ده هنعمل له حلقه مخصوص. طيب اليوم الثاني مش هنحطه حاجه، اليوم الثالث هنحط، انا عن نفسي بحط اكل سمك نسبه بروتين 30% بحيث ان هم الكميه اللي انا حطيتها يخلصوها تماما. هقعد كده احنا يوم اكلنا يوم ما اكلناش، بعدين اكل السمك كده دوت ثالث يوم. رابع يوم مش هنحطه حاجه، خامس يوم هنحطه خضروات برضو. يعني مثلا ممكن نحطه فاكهه بس انا ما جربتش الفاكهه، خليكم في الخضروات. يبقى كده يوم يوم لا، يوم ويوم لا. ممكن اليوم الاخير دوت نحط له قدر بسيط جدا من الشوفان. في ناس بتاكل علف فراخ بس انا مش ناقصه يا عم، ده كائن بسيط جدا جدا، هو هيعيش ويتاقلم وهيكبر بشكل كبير بسبب الهرمونات اللي موجوده في علف الفراخ، بس انا ما انصحش بيه. اليوم اللي هو السابع دوت هنحطه فيه جزء شوفان مطحون، او نجيبه شوفان عادي واحنا نطحنوه عشان خاطر نكون متاكدين ان هو 100% شوفان، لان في بعض الغشاشين بيحطوا اضافات كده غير الشوفان، وهو دوت افضل نظام غذائي للمعلمين دول. وممكن اليوم بتاع الشوفان نبدلوه برضو باكل سمك، نسبه البروتين ما تخلاش تتخطى 30% عشان خاطر ايه؟ يعني هو كائن بسيط، هو يقدر ياكل بروتين اعلى من كده، بس احنا مش عايزين نجهد الاجهزه الحيويه اللي جوه. وانا دوت انا بكلمكم والله مش شيء قريه مثلا او حاجه، لا انا دوت عن تجربه، بكلمكم عن تجربه بحت. والرطوبه اهم حاجه، نبقوا نبص مثلا عليه كل اسبوعين كده ولا حاجه، نشوف الرطوبه قلت نبتدي نضيفه رطوبه بشكل قليل. يعني كميه الميه الكبيره اللي انا حطيتها في الاول ديت عشان اول مره ارطب عليه، فلسه هو الحوض اللي هو فيه محتاج نسبه من الرطوبه، فانا ظبطتها له. لكن بعد كده مش هنحطه بالكميات ديت، ممكن بخاخه اما سرسوب ميه صغير. لو انت مهتم بقى بالمحتوى اللي انا بقدمه يا ريت تخش تتابعني على جميع المنصات، هسيب لكم اللينكات كلها تحت. عايز تروح بقى فيسبوك، عايز تروح انستجرام، عايز تروح تيك توك، كله يا باشا متاح معاك. وان شاء الله بنقدم محتوى قيم ومحتوى اصلي. لو انت مهتم برضو باي حاجه اتكلمت عليها في الفيديو دوت او في الفيديوهات عموما، اقدر اوفر لكم اي حاجه انا بعملها لجميع الدول العربية بإذن الله. ولو عايزين انكلوجر أو حوض مخصوص لكائن معين برضو أقدر إن أنا أوفره لكم، وبقدر إن أنا أشحن لجميع الدول العربية. خشوا تواصلوا معايا تحت. وفي النهاية ما تنسوش تدعوا لإخواتكم من مصر، تدعوا لنفسنا بالرحمة، ما تنساش إن أنا أعلمك لغة الطبيعة. وسلام. لو عايزيني أعمل انكلوجر للأيزوبوت قولوا لي.